أعاد الصبي تجديد هاتف محمول قديم وباعه بسعر مرتفع في المتجر. كان لديه مستودع مليء بمثل هذه الهواتف القديمة ينتظر مضاعفة قيمتها بعد الإصلاح، ولكن بين ليلة وضحاها أصبح تجديد هذه الهواتف غير قانوني. وبينما كان ينظر إلى كومة الهواتف المعطلة التي كانت على وشك أن تتحول إلى نفايات، رفض الصبي الاستسلام لمصيره. توجه إلى شركة تصنيع هواتف محمولة وعرض عليهم شراء الأجزاء المفيدة من الهواتف المعطلة، لكن المدير لم يصدق أن هذه الأجزاء قد تنجح في اجتياز اختبارات الجودة. عاد الصبي إلى مستودعه وقام بتفكيك الأجزاء من كل هاتف معطل بعناية، ثم أرسلها للاختبار وعاد بتقرير فحص معتمد. ومع ذلك قال المدير إنه لا يرغب في التعاون مع الشباب. الصبي متسائلا ما علاقة العمر بهذا؟ لفت صوته انتباه رئيس مجلس إدارة الشركة فاغتنم الفرصة. عرض الصبي خطته على رئيس مجلس الإدارة الذي قال له: علي أن أستقل القطار خلال ساعة. استقل الصبي سكوترا كهربائيا وتوجه نحو محطة القطار، لكن فجأة انطلق بالسكوتر وبقي أمامه 15 دقيقة فقط، وركض بجنون نحو المحطة. وأخيرا وصل إلى رئيس مجلس الإدارة في اللحظة التي كان القطار على وشك أن يغادر فيها، وقد تأثر الرئيس بإصراره وقرر أن يمنحه الفرصة.